خليني اوريك واحده من اكتر اللحظات اللي ممكن تشوفها في حياتك. شفت الوحش اللي شق الميه وطالع للفضاء ده؟ الصاروخ ده شايل رؤوس نوويه وبيطلع من الميه يخترق الغلاف الجوي لحد ما يطلع للفضاء. حرفيا بيوصل لارتفاع 1000 كيلومتر فوق سطح كوكب الارض. ساعتها بيعتمد على مواقع النجوم علشان يعرف يحدد مكانه ومكان اهدافه لغايه لما ينزل على الهدف بتاعه بدقه مرعبه. على فكره الصاروخ ده مش صغير خالص، وزنه بيعدي 60 طن وارتفاعه قد عماره من 4 أو 5 ادوار. صاروخ بالحجم ده وطالع من نص المحيط، عمرك ابدا ما كنت تتوقع انه طالع من غواصه. خلينا نتكلم بصراحه، الغواصات واحده من اروع الاختراعات اللي اتعملت في تاريخ البشريه. مدينه كامله ماشيه تحت الميه فيها مفاعل نووي بيولد طاقه كافيه انها تفضل بالشهور في عمق المحيط، وحرفيا من الشبه مستحيل انك تكتشفها. علشان كده استخدامات الوحش ده ما تتخيلهاش، من اول انها بتشيل ترسانه نوويه تقدر تمحي دوله كامله من على الخريطه، لحد عمليه التجسس المعقده ومراقبه وتامين طرق التجاره الدوليه. انت في يوم من الايام ممكن تكون عايم في البحر وانت ما عندكش ادنى فكره انك تحت منك على طول على اعماق بتوصل لاكتر من 300 متر بتعدي غواصه نوويه وزنها الاف الاطنان، وسيادتك مش حاسس باي حاجه. كل علماء القوات البحريه اللي بيصنعوا غواصات في العالم بيكرسوا كل جهدهم ان الغواصات دي مفيش حاجه تقدر تشوفها ولا تحس بيها. علشان كده التفوق العسكري المرعب للغواصه بيجي من قاعده استراتيجيه بسيطه جدا: الرعب من المجهول. فالنهارده خلينا نفكك هذه العبقريه الحربيه ونفهم بالتفصيل ازاي الغواصه بتقدر تتخفى وتقعد في عمق المحيط بالشهور من غير ما تحتاج تطلع على سطح الميه، غير علشان بس تجيب اكل لطاقم الجنود اللي في الغواصه. والغريب ازاي الغواصه بتوفر لهم الميه والاكسجين في عمق المحيط، وكمان بتسحب ثاني اكسيد الكربون وتفلتره من جوه الغواصه. والاهم من كل ده هنفكك تركيب الغواصه من اول المفاعل النووي اللي بيحركها لغايه مخازن وبطاريات الصواريخ النوويه الباليستيه اللي بتطلع من قلب المحيط. حلقه ضخمه جدا تستحق فيها انك تعرف كل صغيره وكبيره عن الغواصه. ازيك يا صديقي؟ منورني والله. اخبارك ايه؟ شكلك كده بتفكر تروح المصيف السنه دي وناوي بقى تعمل فيها اكوامان وتبلبل بتبطل عوامه. بس خليك فاكر وانت في البحر انه تحتك بمسافات بعيده جدا ممكن يعدي ناس تانية عايشين جوه غواصه نوويه شايله صواريخ باليستيه وبقى لهم شهور ما شافوش نور الشمس. ولا انت ولا دولتك مهما كانت متطوره تقدر تشوف الغواصه دي وهي معديه في المحيط. شوف يا سيد الفاضل، سنه 2009 في المحيط الاطلسي حصل موقف غريب جدا. تخيل ان في غواصتين نوويتين من اقوى ما عند دولتين كبار زي الغواصه البريطانيه HMS فانجارد والغواصه الفرنسيه لو تريومفا. كل واحده فيهم شغاله باعلى مستوى من تكنولوجيا الاخفاء الصوتي، من تقليل اهتزازات، عزل ميكانيكي، محركات هاديه جدا، واعتماد شبه كامل على سونار سلبي علشان ما تكشفش عن نفسها. اللي حصل بقى انه الاثنين كانوا بيتحركوا في نفس المنطقه تقريبا، والاثنين ما شافوش بعض خالص، وفجاه هوب الاثنين اصطدموا ببعض تحت الميه. ايوه، غواصتين نوويتين كاملين بيخبطوا في بعض كأنهم عربيتين ماشيين في شارع ضلمة. رياضيا احتمالية تصادم جسمين في محيط زي المحيط الأطلسي مساحته أكتر من 106 مليون كيلومتر مربع تكاد تكون معدومة. لكن التفسير العلمي للحادثة دي بيكشف لنا المدى المرعب اللي وصل له علم هندسة التخفي أو الستيلز انجينيرنج. فإذا كان ده حصل بين اتنين حلفاء اللي هم بريطانيا وفرنسا، والاتنين بنفس المستوى التكنولوجي تقريبا، وكمان في وقت السلم، يبقى على كده في وقت الحرب اللي بجد اقدر اقولك انك ممكن توصل لمرحله من التطور تبقى فيها مختفي لدرجه انك مش بس بتتشاف، لا ده انت كمان ما بقتش شايف غيرك. الغواصات ما وصلتش للمستوى اللي هي فيه دلوقتي من القوه والتخفي في يوم وليله. فكره الغواصات زمان كانت فكره مجنونه، زي ما الانسان كان بيحلم انه يطير في السماء برضه الانسان فكر في انه ينزل لاعماق المحيطات. مثلا الرسومات بتحكي ان الاسكندر الاكبر من اكتر من 2000 سنه حاول يغطس تحت الميه في برميل ازاز، وحتى ليوناردو دافنشي رسم مخططات لغواصه بس خاف ينشرها لانه كان عارف ان البشر هيستخدموها في الحروب. لكن اول محاوله حقيقيه نعتبرها غواصه حربيه كانت سنه 1776 في حرب الاستقلال الامريكيه. الامريكان اخترعوا حاجه اسمها السلحفه او التيرتل. دي كانت حرفيا عباره عن برميل خشب مصنوع من شجر البلوط ومقفول بالاطران علشان يمنع الميه انها تدخل جوه البرميل. الغطاس كان بيدخل جوه برميل ويبدل برجليه كانه راكب عجله علشان يحرك المروحه، وفي نفس الوقت
بيضخ الميه بايده علشان يغطس. ننط بالزمن لقدام شويه، وتحديدا في الحرب الاهليه الامريكيه سنه 1864. هنا ظهرت الغواصه الكونفدراليه الاتش ال هانلي. المهندسين مش بس بداوا يشغلوا دماغهم، لا دول كمان بداوا يشغلوا ايديهم علشان يحركوا المروحه اللي في اخر الغواصه وتحركهم تحت الميه. الغواصه دي كانت شايله قنبله متثبته على عصايه طويله جدا اسمها السبار توربيدو، وفعلا نجحت انها تتسحب تحت الميه وتزرع القنبله في سفينه للعدو وتفجرها. بس من قوه الانفجار كان احيانا بيصيب الغواصه هي كمان وبتغرق بالطقم اللي فيها. هي الفكره شغاله بس في نفس الوقت مش شغاله. المشكله الاساسيه في كل المحاولات دي يا صديقي انها ما كانتش غواصات بالمعنى اللي نعرفه، تقدر تسميها سفن بتغطس شويه وتطلع تاني بسرعه، والسبب بسيط جدا. طقم الرجاله اللي في الغواصه دي محتاجين يتنفسوا، ومفيش اي موتور او محرك او مصدر طاقه عموما يقدر يحرك الغواصه تحت الميه لفتره طويله، لغايه لما وصلنا في اواخر القرن ال19 سنه 1897، وبالتحديد في المانيا بلد الاختراعات والعلماء والراجل ابو شنب. طلع لنا المهندس رودولف ديزل، واللي تقدر تخمن من اسمه انه اخترع محركات الديزل. فكره المحرك كانت بسيطه. محرك الديزل بيتخلط فيه الوقود مع الهواء وبيتحطوا تحت ضغط كبير لغايه لما يحصل انفجار صغير جوه المحرك. الانفجار ده بيولد طاقه حركيه جباره. الطاقه الحركيه اللي طالعه منه استخدمناها في المصانع ومحطات توليد الكهرباء وتشغيل القطارات على السكه الحديد. وقتها المهندسين الالمان في البحريه بصوا للاختراع ده ولمعت في عينيهم فكره شيطانيه، ما تيجي نحط محركات الديزل دي جوه الغواصات. ومن هنا المانيا عملت لنا اول نموذج يستحق لقب غواصه فعلا، وهي غواصات اليوبوتس الالمانيه اللي كانت حرفيا كابوس الحلفاء في الحرب العالميه الاولى والثانيه كمان. الفكره بكل بساطه انه الغواصه تمشي على سطح الميه بمحرك الديزل القوي كانها زي السفينه او القارب، وفي نفس الوقت المحرك ده بيشتغل كمولد بيشحن بطاريات كهربائيه ضخمه جدا موجوده جوه الغواصه. بس الغواصه معموله علشان تغطس، لو هتمشي لي بيها على سطح الميه يبقى ملهاش لازمه. علشان كده لما الغواصه تحب تستخبى وتهاجم بتطفي محرك الديزل المزعج ابو صوت عالي ده وتاخد بعضها وتغطس. اول لما تغطس تقوم تشغل المواتير الكهربائيه، والمواتير دي هتاخد كهربتها من البطاريات اللي شحنها المحرك الديزل لما كانت الغواصه على سطح الميه. وقتها الغواصه بتبقى متخفيه وصوتها هادي جدا، واول لما الغواصه وهي تحت الميه ترصد سفن العدو تقوم تضرب بتوربيداتها وبعدها ترجع تختفي من تاني. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الغواصه دي كانت عامله زي اللي بيلعب استغمايه تحت البحر، يفضل كاتم نفسه ومستخبي بس اخره 48 ساعه بالكتير، يعني يومين اتنين بس وتلاقي البطاريات خلاص اتشحن والهواء او الاكسجين اللي بتنفسه طاقم الغواصه خلص. وهنا لازم الغواصه غصب عنها تطلع على سطح تاني علشان تشغل محرك الديزل ابو صوت عالي وتطرد العوادم اللي بتخرج من المحرك، تشفط هواء جديد واكسجين علشان الطاقم اللي فيها يتنفس، وترجع تشحن بطارياتها وتستعد للغطس من تاني. في اللحظه دي بقى اللي الغواصه بتطلع فيها بتفقد ميزه التخفي بالكامل، وبتبقى صيد سهل جدا لاي سفينه او طياره للعدو. اياك تسال السؤال بتاع ليه نشحن بطاريات ونفضيها ونرجع نشحنها تاني والفرهده دي، ما نشغل محرك الديزل والغواصه غطسانه تحت الميه وخلاص. انا لسه قايل لك فوق انه محرك الديزل يا صديقي زيه زي اي نار بتولع، محتاج اكسجين علشان يحرق الوقود ومحتاج مخرج يطرد منه العوادم والدخان. ده معناه انه الغواصه مهما كانت متطوره ومستخبيه تحت الميه فهي في النهايه عامله زي الغطاس الشاطر جدا اللي بيكتم نفسه تحت الميه وينزل لاعماق البحر اخره شويه ولازم غصب عنه يطلع تاني يمد راسه فوق الميه علشان ياخد نفس والا هيموت. يعني تقدر تقول انه الغواصه الديزل كانت مقيده بثلاث حاجات: محتاجه الهواء علشان المحرك وتنفس طاقم الغواصه، محتاجه وقود يخليها تفضل بالايام في عمق المحيط، ومحتاجه يكون صوتها واطي علشان تقدر تتخفى. بمجرد سقوط هتلر ابو شنب وهزيمه المانيا في الحرب العالميه الثانيه حصلت واحده من اكبر عمليات السطو التقني في التاريخ. امريكا والاتحاد السوفيتي دخلوا في سباق علشان ينهبوا التكنولوجيا الالمانيه دي من الغواصات، وتحديدا الجيل المتقدم جدا من الغواصات الالمانيه، النموذج ال21 اللي كان اسمه تايب XXI، والنموذج ده كان سابق عصره بكتير قوي. لكن فجاه الامريكان والسوفييت اكتشفوا انهم عاملين زي اللي سرق احدث واغلى موبايل في العالم، بس اكتشف ان بطاريته بتبوظ بعد ساعتين ولازم يفضل قاعد جنب الفيشه في الحيطه، والغواصه كل شويه لازم تقب على سطح الميه علشان تتنفس. وفضل الحال كما هو عليه لحد ما جينا لفتره الخمسينات، لغايه لما دخل البشر في عصر الذره والطاقه النوويه.
وقتها ظهر راجل امريكي ادميرال في البحريه اسمه هايمن ريكوفر. الراجل المحترم ده بص للذره بنظره تانية خالص وقال لهم: يا جماعه، مش الانشطار النووي ده بيطلع طاقه حراريه رهيبه، والحراره دي ممكن نغلي بيها الميه، والميه لما تغلي بتطلع بخار بضغط كبير قادر انه يلف توربينات ويولد كهرباء، والاهم بقى في اللفه دي كلها انه التفاعل النووي مش محتاج ولا هواء ولا اكسجين خالص. هي دي بقى الزتونه. من هنا ريكوفر اخد بعضه راح لقيادات البحريه وقال لهم: ايه رايكم نصغر مفاعل نووي بالكامل ونحطه جوه الغواصه؟ رد فعلهم المتوقع يعني اللي هو: انت اتجننت يا ابني، ازاي عايزنا نحط مفاعل نووي بهذه الضخامه جوه غواصه مقفوله على شويه بحاره تحت الميه؟ ده انت لو قلت اعدائك مش هتعمل فيهم كده. وطبعا فكرته اترفض، بس ريكوفر ما استسلمش وعمل ابحاث كتير على انه يصغر حجم المفاعل النووي علشان نحشره في الغواصه، ونجح فعلا سنه 1954 انه يبني اول غواصه تعمل بالطاقه النوويه في التاريخ كله، الغواصه USS نيوتيلوس. بعد ما دمجنا المفاعل النووي جوه الغواصه تقدر تقول ساعتها انه الغواصه قطعت الحبل السري مع سطح الميه للابد. ليه؟ لان المفاعل النووي مش محتاج يحرق زي المحرك الديزل، فمش محتاج هواء اصلا. كل اللي انت محتاجه حته يورانيوم مخصب قد كره الجولف، وساعتها تقدر تمشي الغواصه دي في محيطات العالم لمده 20 ل 25 سنه متواصله من غير ما تحتاج تفول نقطه وقود واحده. كمان المفاعل النووي ما بقاش بس بيدي طاقه علشان الغواصه تتحرك في الميه، لكنه كمان بقى بينتج الاكسجين علشان طقم الغواصه يتنفس هواء نقي. وكمان المفاعل النووي بيعمل لهم ميه عذبه يشربوها ويستحموا بيها كمان، كل ده وهم في قاع المحيط. دلع ما بعده دلع. بس تخيل ان الدلع ده كله والميه السخنه اللي البحاره بيستحموا بيها وهم على العمق 200 ل 300 متر تحت سطح المحيط جايه اصلا من اخطر تفاعل فيزيائي عرفته البشريه. ممكن بعد اذنك تسيب الاكل اللي في ايديك دلوقتي علشان نشرح شويه فيزياء وتاخد شويه معلومات تلمع لك الجمجمه. تعال ناخد جوله في المنطقه المحظوره جوه الغواصه. لو بصينا على غواصات زي غواصه فيرجينيا الامريكيه او الفيرجينيا كلاس، انا عايزك ما تقلقش، كمان شويه اعرفك كل انواع وموديلات الغواصات. المهم يا برو، هنلاقي المفاعل دايما مستخبي في الثلث الاخير من الغواصه، يعني ورا منطقه الصواريخ وقبل التوربينات والمراوح. المهندسين اختاروا المكان ده لسببين: الاول علشان توزيع الوزن، لان المفاعل والدرع اللي حواليه وزنهم كبير جدا، فوجودهم في الجهه الخلفيه بيعمل توازن للغواصه وهي بتناور. السبب الثاني هو العزل، فطقم الغواصه عايش بياكل وبيشرب وبينام قدام الغواصه، والمفاعل قاعد ورا الغواصه ومفصولين عن بعض بجدران سميكه جدا من الرصاص والفولاذ اللي بتمتص الاشعاع اللي طالع من المفاعل النووي علشان تحمي طقم الغواصه من اي تسرب اشعاعي للنيوترونات. كلام سليم جدا جدا. ازاي بقى المفاعل النووي اصلا بيشتغل وبيطلع طاقه كافيه لتشغيل غواصه بهذا الحجم؟ الموضوع بيبدا من حاجه اسمها قضبان الوقود او الفيول رودز، ودي عباره عن مواسير مليانه يورانيوم مخصب، سواء يورانيوم 235 او اليورانيوم 238. افتكر يا صديقي، احنا هنا مش بنولع نار ولا بنحرق فحم ولا بترول، احنا هنعمل انشطار نووي النيوكلير فيجن. هنعمله ازاي؟ ورقه وقلم واكتب ورايا. هنجيب ذره اليورانيوم المخصب، بعدين هنخبطها بنيوترون حر. النيوترون ده لما يخبط في ذره اليورانيوم يقوم يقسمها لنصين، وساعتها تطلع طاقه حراريه جباره. ومع الانشطار ده بيطلع نيوترونات تانية كمان اللي بتاخد بعضها وتروح تخبط في ذرات يورانيوم تانية، وهكذا لغايه لما يبقى عندك سلسله من الانفجارات الذريه الصغيره اللي اسمها التشين رياكشن، وده بيولد طاقه حراريه كبيره جدا جدا محتاجين بعدين ان احنا نحولها لطاقه حركيه علشان نمشي بيها الغواص. بس هنا مهم قوي تاخد بالك من نقطه صغيره: التفاعل ده لو سيبناه شغال كده بدون اي تحكم هيبقى عامل زي القنبله النوويه وهينفجر في الغواصه اللي فيها. يبقى احنا محتاجين حاجه تتحكم في التفاعل ده علشان ما تخليهوش يخرج عن السيطره. الفكره كلها انك تشوف حل النيوترونات اللي طالعه دي واللي بتروح تخبط في ذرات يورانيوم تانية وتخلي التفاعل يستمر. فلو قدرت توقف النيوترونات يبقى التفاعل النووي كله هيقف. علشان كده المهندسين حطوا قضبان للتحكم في التفاعل النووي اسمها الكنترول رودز، ودي مصنوعه من مواد زي الكادميوم اللي بتمتص النيوترونات اللي طالعه من التفاعل. لما النيوترونات اللي بتنتج من الانشطار النووي يتم امتصاصها ساعتها التفاعل بيهدى وكله بيبقى اندر كنترول. فلو عايز تهدي التفاعل النووي ده او تقلل يعني الطاقه الحراريه اللي طالعه منه، فكل ما عليك انك تنزل القضبان دي شويه في قلب المفاعل وهي تهدي الدنيا. ولو عايز تزود الطاقه ما عليك غير انك ترفعها لفوق. كلام سليم وزي الفل. دلوقتي انا طلعت طاقه حراريه وبقدر اتحكم فيها والدنيا كويسه وزي الفل. ازاي بقى هحول الحراره دي لطاقه حركيه علشان تشغل التوربينات وبالتالي تلف المروحه وتحرك الغواصه؟ شوف يا صديقي البروف، الحراره الرهيبه اللي طالعه من الانشطار النووي بتسخن الميه الموجوده في قلب المفاعل، بتخليها تغلي كده وتبقبق. الميه السخنه جدا دي بتبقى ماشيه في مواسير الدائره الاوليه. الميه
الميه دي هنجيبها منين بقى؟ هنجيبها طبعا من المحيط اللي يعتبر بالنسبه للغواصه مصدر ميه ما بيخلصش. المهم الميه السخنه دي رغم ان حرارتها بتعدي 300 درجه مئويه الا انه بيتم ضغطها جدا جدا عن طريق منظم ضغط اسمه البريشر ريجوليتور علشان ما تتحولش للبخار. بعدين الميه السخنه المضغوطه دي بتروح لجهاز مولد بخار اسمه الستيم جنريتور وتسخن ميه تانية خالص في دايره تانية بمواسير تانية اسمها الدايره الثانويه. الميه بقى في الدايره الثانويه دي هي اللي هنسيبها براحتها تغلي وتطلع بخار بضغط جبار. البخار ده بيروح يضرب مراوح او ريش توربينات كبيره جدا ويدورها بسرعات عاليه. التوربينات دي يا معالي البروف متوصله بحاجتين، اولا تروس بتلف المراوح علشان تدفع الغواصه لقدام واللي بيقدر يمشي الغواصه اللي وزنها بالاف الاطنان بسرعه حوالي 25 عقده او 46 كيلومتر في الساعه. ثانيا التوربينات كمان بتلف تروس مولدات بتطلع كهرباء تكفي انها تنور مدينه بحالها. المولدات دي بتشحن البطاريات وبتشغل لهم النور والمعدات اللي في الغواصه وكمان اجهزه التدفئه والتبريد واي حاجه بتشتغل بالكهرباء في الغواصه. بعدين البخار ده بيتم ضغطه مره تانية عن طريق مكثف بخار او ستيم كوندنسر وبيتحول لميه سايله ويرجع يتسخن تاني ويتحول لبخار وهكذا تستمر العمليه. والله ما في ابسط من هيك، المفاعل النووي بسطناه زي الكيك. بس استنى هنا، الناس اللي جوه الغواصه دي مش المفروض تتنفس؟ مش بيعطشوا في وسط الميه المالحه دي كلها؟ ازاي بقى المفاعل النووي ده بيوفر لهم هواء نقي واكسجين وكمان ميه عذبه تخليهم يقعدوا بالشهور تحت الميه من غير ما يشوفوا الشمس؟ تعال بقى اما ادلع لك خلايا مخك بشويه علم نظيف. بص معايا يا سيدي الفاضل، الخطوه الاولى اننا نحول الميه المالحه بتاعه البحر او المحيط لميه عذبه نقيه جدا. الغواصه بتستخدم الحراره الزياده من المفاعل علشان تفصل الاملاح والشوائب الموجوده في ميه المحيط وبكده يبقى عندنا ميه نقيه كيميائيا اللي هي ال H2O. الغواصه فيها محطات تحليه ضخمه بتعتمد على عمليه التقطير او ديستليشن. الغواصه بتسحب ميه المحيط المالحه والمليانه شوائب وتدخلها جوه تنكات عملاقه اسمها الايفابوريتورز. وعشان نسخن الميه دي مش محتاجين نستهلك كهرباء، احنا يا دوبك بناخد شويه من البخار السخن جدا اللي طالع من الدايره الثانويه بتاعه المفاعل النووي ونمرره في مواسير حوالين الخزانات او التنكات دي. اول ما المواسير السخنه دي تلمس ميه البحر الميه بتغلي وتتبخر. البخار ده بيطلع لفوق خفيف ونضيف وزي الفل ويسيب تحته مين؟ يسيب الملح والشوائب والميكروبات واي بلاوي تانية كانت موجوده في ميه المحيط. الملح الزياده ده بيتجمع ويتطرد تاني بره الغواصه. احنا بقى ناخد البخار النقي اللي طالع ده نعديه على مواسير تانية بيمر فيها ميه بارده. البخار اول ما يعدي من خلال المواسير البارده دي بيحصل له تكثف او كوندنسيشن ويرجع يتجمع تاني في صوره سائله، بس المره دي بيرجع ميه متقطره عذبه ونقيه بنسبه 100%، ميه ما فيهاش نقطه ملح واحده. الميه دي بقى بتتخزن وتتوزع في شرايين الغواصه، جزء منها بيروح للمفاعل النووي علشان يكمل دورته ويفضل شغال، وجزء بيتحط عليه نسبه املاح بسيطه ومفيده علشان الميه المقطره بالكامل طعمها غريب ومش مفيده للجسم، وتروح بعدها لطاقم الغواصه علشان يشربوا ويطبخوا وكمان يعملوا قهوه. والاهم من كل ده يقفوا ياخدوا دش ميه منعش وحلو كده وهم في اعماق المحيط. طب والاكسجين هنستخلصه من الميه ازاي؟ هنا بقى تيجي المعجزه الحقيقيه اللي بنستغل فيها الكهرباء المولده من المفاعل النووي، وهي عمليه التحليل الكهربائي للميه، الووتر الكتروليسيس. الكهرباء الجباره اللي طالعه من المفاعل بتعدي جوه خلايا انتاج الاكسجين او الاكسجين جنريشن بلانت، فبيبقى عندك قطبين، قطب موجب وقطب سالب. الكهرباء العاليه دي بتجبر جزيئات الميه انها تتفكك لعناصرها الاوليه وبتقطع الروابط اللي ما بين ذرات الهيدروجين والاكسجين. فطبقا للمعدل اللي قدامك دي كل جزيئين ميه او كل اتنين من ال H2O هينفصل لواحد اكسجين واتنين هيدروجين، بحيث انه عند القطب الموجب للكهرباء هيتكون الاكسجين، لكن عند القطب السالب للكهرباء هيتكون الهيدروجين. الاكسجين ال O2 بناخده ونسحبه علشان نخلطه بهواء الغواصه ويتوزع في انابيب جوه ممرات الغواصه علشان الطاقم يتنفس هواء انقى من اللي بنتنفسه في المستشفى. اما الهيدروجين ال H2 فده غاز خطر جدا وقابل للانفجار بسرعه، علشان كده مش عايزينه على الغواصه، فعلى طول بيتم طرده بره الغواصه في ميه المحيط. لغايه هنا يا بروف المفاعل النووي وفر الحركه للغواصه وكمان الميه النظيفه والاكسجين. بس استنى، التنفس مش بس اكسجين بيدخل الرئه، ده كمان عندك ثاني اكسيد الكربون او ال CO2 اللي بيخرج
من عمليه الزفير. طب ايه المشكله يعني؟ لا، مشكله كبيره، لانه لو نسبه الCO2 زادت الطقم هيدوخ، تركيزه هيقل وممكن يموتوا بالتسمم. عشان كده الغواصه فيها جهاز غسيل الهواء او السكرابرز. الاجهزه دي بتستخدم ماده كيميائيه سحريه اسمها اختصارا الامين او المونو ايثانول امين. الماده دي عندها خاصيه غريبه، وهي انها لما بتكون بارده بتشفط ثاني اكسيد الكربون من الجو زي السفنجه، ولما بنسخنها بحراره المفاعل بتطرد الCO2 اللي شفطته ده بره الغواصه، وترجع الماده نظيفه مره تانية علشان تلف في دوره جديده من تاني. تقريبا كده انت فهمت ان كل حاجه في الغواصه بتعتمد اعتماد اساسي على المفاعل النووي، من حركه الاكسجين لسحب ثاني اكسيد الكربون لتحليه الميه، وده بيخلي الغواصه تقعد تحت الميه بالشهور من غير ما تحتاج تطلع تاني لسطح الميه. الحاجه الوحيده اللي بتجبرها تطلع على سطح الميه هي علشان تجيب اكل للطاقم اللي عليها. الاكل ده بيكفيهم حوالي 90 يوم، يعني 3 شهور تقريبا من المؤن، والاكل المعلب واللحوم المجمده اللي بتتحشر في كل ركن متاح في الغواصه. وهنا يجي سؤال مهم جدا غرقان في بالك دلوقتي، هل معنى ان دوله عندها غواصات كتير انها كده بقت هي اللي مسيطره على المحيطات؟ الحقيقه يا بروف ان القوه في عالم الغواصات مش بالعدد خالص، الموضوع مش بالشيله. هتتفاجئ انه اكبر 7 قوى للغواصات في العالم بتتصدرها الصين اللي عندها حوالي 78 غواصه، وروسيا حوالي 70 غواصه، والولايات المتحده الامريكيه حوالي 68 غواصه. اما كوريا الشماليه في المركز الرابع باجمالي 85 غواصه. الله، هو ازاي كوريا الشماليه عندها 85 غواصه وحطيناها في المركز الرابع؟ طب ما انت مش واخد بالك يعني انه امريكا في المركز الثالث مع انها على ارض الواقع هي المركز الاول؟ ليه بقى؟ هنا البلوت تويست اللي محدش بياخد باله منها. لو بصينا على الارقام من تاني هنلاقي كوريا الشماليه مثلا بتمتلك واحد من اكبر اساطيل الغواصات في العالم كعدد، حوالي 85 غواصه، لكن الحقيقه انه اغلبهم غواصات خرده من اللي شغاله بالديزل من حقبه السبعينات. تكنولوجيا الغواصات دي تعتبر اهداف سهله جدا لاي سونار حديث. القوه الحقيقيه يا صديقي بتتقاس بمصدر الطاقه بتاع الغواصه، سواء ديزل ولا طاقه نوويه، واظن انت فهمت كويس الفرق الرهيب ما بينهم. وكمان بتتقاس القوه بمدى شبحيه الغواصه وقدرتها على التخفي ونوعيه الصواريخ اللي شايلاها. وعلشان كده العالم مقسم الغواصات دي لفئات وموديلات زي موديلات العربيات كده، وكل موديل له معنى. اول رمز هتسمعه كتير هو الSSK، والاس هنا اختصار لسبميرزبل اللي هي معناها يعني غواصه، واحيانا بيسموها سبمارين شيب يعني سفينه بتغوص تحت الميه اللي هي برضو الغواصه. اللي يهمنا بقى في الغواصات هو اللي بعد الSS. فالكي اختصار لهانتر كيلر ومعناها الصياد القاتل، ودي يا بروف هي الغواصات الهجوميه العاديه اللي بتشتغل بمحركات الديزل والكهرباء زي اللي عند كوريا الشماليه، ودي نقدر نسميها صيادين السواحل لانها غواصات صغيره كده وسريعه وخفيفه، بتكون هاديه جدا وهي ماشيه بالكهرباء تحت الميه، بس اول لما تطلع على سطح الميه وتشغل المحركات الديزل بيبقى صوتها فضيحه زي الجرار الزراعي. الغواصات من النوع كي اخرها تحمي منطقه المياه الاقليميه وتقعد تلعب كده حوالين حدود الدوله، تعمل كمين لسفينه معديه وهي معديه، حاجات كده لعب عيال. بس للاسف الغواصه دي ما تقدرش تروح تلعب بعيد عند دوله تانية، لانه زي ما قلنا ان نفسها قصير ولازم تطلع كل شويه على سطح الميه علشان تشغل المكنه الديزل، وعايزه وقود دايما علشان تشحن بطاريات. روسيا كمان عندها كتير قوي من الفئه دي من الغواصات، زي طراز اسمه كيلو او الكيلو كلاس، والصين عندها طراز اسمه التايب 039A. نيجي بقى للفئه الثانيه وهي الSSN. حرف الN ده بقى هو مربط الفرس، وهو اختصار لنيكلير او نووي، ودي الغواصات الهجوميه اللي بتشتغل بالطاقه النوويه. خلي بالك بتشتغل بالنووي مش بتضرب نووي، دي حاجه ودي حاجه. الفئه دي من الغواصات تقدر تعتبرها زي سمكه القرش، سريعه جدا، نفسها طويل، وبتفضل تحت الميه بالشهور بفضل المفاعل النووي اللي شغاله بيه. عشان كده بتعرف تروح تلعب بعيد عن حدود دولتها وتهدد اي دوله تانية. بتعرف تصطاد غواصات العدو، تضرب سفن، او حتى تضرب اهداف بريه بصواريخ كروز زي صاروخ توماهاوك. عندك مثلا من الفئه ان الغواصه فيرجينيا الامريكيه او الفيرجينيا كلاس اللي لسه قايل لك عليها من شويه، وعندك كمان الغواصه الاكولا الروسيه. اما البعبع الحقيقي اللي بيعملوا له الف حساب فهو الSSPN، وده العالم بيسميها وحوش يوم القيامه، او زي ما الامريكاني بيحب يدلعها البومرز. حرف البي هنا اختصار لباليستيك او باليستي يعني شايله صواريخ عابره للقارات. ده بقى يا سيدي الفاضل هي الغواصات اللي بتمشي بالنووي وبتضرب نووي. عارفك انت بتموت في النووي، نفسك انت في واحد
واحد باليستي يريحنا من كوكب الارض. غواصات الاس اس بي ان اكبر في الحجم بكتير من غواصات الاس اس ان، علشان طبعا شايله في بطنها صواريخ نوويه عابره لقارات، وفي نفس الوقت سرعتها ابطا شويه. امريكا مثلا عندها منها الغواصه المرعبه الاوهايو كلاس. الغواصه دي طولها حوالي 170 متر، يعني لو مسكنا الغواصه دي كده ووقفناها على سيفها كده بالطول هتبقى اطول من الهرم الاكبر بحوالي 15 متر كمان. روسيا عندها برضو غواصه من نفس الفئه وهي البوري، والصين عندها الجين كلاس. النوع ده بقى من الغواصات بيسموها غواصات يوم القيامه، ولا بتجري بقى ورا غواصات ولا بتضرب سفن ولا حد بيعرف لها مكان ولا بيسمع لها حس ولا خبر. هدفها الوحيد هو انها تفضل مستخبيه في عمق المحيط بالقرب من الدول المعاديه، علشان لو الدول الاعداء فكرت تقرب لدولتها الام هتمسحك بصواريخها النوويه من على وش الارض وهي تحت المحيط. علشان كده الولايات المتحده الامريكيه مثلا بتنشر النوع ده من الغواصات قرب روسيا والصين كنوع من انواع التهديد السلمي. انا غواصتي نايمه جنبك في الميه، فلو قربت لي. في نوع رابع ظهر مؤخرا وهو الاس اس جي ان، ودي غواصات بتمشي بالطاقه النوويه، بس بدل الصواريخ الباليستيه اللي هي حرف البي حطوا مكانها صواريخ كتير من النوع الموجه او الجايدد اللي اختصارها جي، زي صواريخ التوماهوك الامريكيه. طب ليه امريكا في المركز الاول يا بروف رغم ان العدد بيقول غير كده؟ هنا بقى يجي السر اللي بيخلي البحريه الامريكيه في حته تانية خالص. امريكا هي الدوله الوحيده في العالم اللي اسطولها نووي بالكامل. ال 68 غواصه اللي عند امريكا كلهم اس اس ان واس اس بي ان واس اس جي ان، مفيش عندهم ولا غواصه واحده ديزل بنفس قصير، كلهم فيهم نووي ان. علشان كده تقدر تعتبر الغواصات الامريكيه عباره عن قواعد عسكريه نوويه متحركه، هتلاقيها مستخبيه في كل محيطات العالم في نفس الوقت. عندها من الصواريخ وتكنولوجيا التخفي تخلي ال 68 غواصه دول اقوى بكتير من مئات الغواصات التقليديه العاديه. لو فاكر انه الساحه فاضيه للامريكان لوحدهم، فعايز افكرك انه في منافس قوي للامريكان، الروس، وما ادراك ما الروس. لو الامريكان عندهم الاوهايو فالروس عندهم التايفون كلاس. التايفون دي يا بروف اكبر غواصه اتبنت في تاريخ البشريه من السبعينات، وزنها وهي غطسانه في الميه بيوصل ل 48 الف طن، يعني تقريبا قد وزن غواصه الاوهايو مرتين وشويه. طولها حوالي 175 متر وعرضها 23 متر. من كتر الرفاهيه والاتساع اللي فيها كان فيها حمام سباحه وساونا وصاله جيم. للاسف ما بقتش الرفاهيه دي موجوده في الغواصات الحديثه، لكن لو فاكر ان تايفون هي اخر المطاف فخليني اعرفك على البعبع الروسي الجديد اللي عامل قلق لحلف الناتو، مش امريكا لوحدها بس. الغواصه البلجرود كي 329. البلجرود حاليا هي اطول غواصه في العالم، حوالي 184 متر، اطول حتى من التايفون الروسيه والاوهايو الامريكيه. شغلتها الاساسيه هي انها تكون الام اللي شايله توربيد يوم القيامه، التوربيد النووي الروسي المسير البوسيدون. البوسيدون ده مش توربيد عادي بيجري ورا السفن، تقدر تعتبره غواصه ذاتيه القياده زي الدرون بالظبط، بيشتغل بمفاعل نووي صغير موجود جواه. يعني تخيل الموضوع كأن غواصه بينضرب منها غواصه صغيره. التوربيد ده بيقدر يمشي على اعماق اكبر بكتير من المحيطات، بتوصل لاكتر من 1000 متر وبسرعه بتعدي ال 100 عقده، يعني حوالي 130 كيلومتر في الساعه. العمق ده بيخلي رصده او تدميره شبه مستحيل باي تكنولوجيا موجوده النهارده. كل الكلام ده عادي، لكن المصيبه الكبيره ان التوربيد ده شايل رأس حربيه، والرأس الحربيه بتاعته عباره عن قنبله نوويه قوتها بتوصل ل 100 ميجا طن، يعني اقوى مرتين من قنبله القيصر اللي هي اضخم قنبله فجرها البشر في التاريخ، وقد قنبله هيروشيما تقريبا ب 7000 مره. الغواصه الروسيه البلجرود شايله 6 توربيدات من توربيدات يوم القيامه البوسيدون. التوربيد ده معمول مخصوص لعيون الامريكان واوروبا، حته توربيد صغير كميل واستخدامه سهل وبسيط. الغواصه الروسيه كل اللي عليها بتضربه وبتوجهه ناحيه السواحل الامريكيه، ولما يقرب من السواحل يوم ينفجر في الميه. الحمد لله انت في امان. حته توربيد وانفجر في الميه بعيد؟ لا، بدنا نركز شويه. الانفجار اللي حصل في الميه وبعيد عنك ده قادر انه يخلق تسونامي اشعاعي او راديو اكتيف تسونامي. ارتفاع الموج بعد الانفجار بيوصل ل 500 متر. ساعتها الامواج دي بتبقى كفيله تغرق السواحل كلها بميه مشعه مسمومه، بتخلي المنطقه غير قابله للحياه نهائيا لعشرات بل مئات السنين لقدام. فالقوه الروسيه هنا بتعتمد على مبدا الردع، سلاح ملوش صد ونتيجته مفيش وراها رجوع، مفيش كنترول زد. وسط صراع الجبابره ده اللي ملناش دعوه بيهم لازم ندخل في زبده الحلقه، ازاي الغواصات دي بتقدر تمشي في الضلمه وتشوف اهدافها وتضرب صواريخها من تحت الميه، وايه هو التركيب الاساسي لاي غواصه. استلقي كده وخد نفسك ونشرح غواصه من
الغواصات على السريع، وليكن مثلا غواصه اوهايو النوويه الامريكيه. بص معايا كده على الكتالوج. غواصه اوهايو تقدر تقسمها ل5 قطاعات. القطاع الاول من عند المقدمه، ودي فيها العين والودان بتاعه الغواصه اللي هي السونار، وكمان موجود معاها غرفه التوربيدات. السونار اللي في مقدمه الغواصه بيكون شبه الكره الكبيره، وبيسموه كره السونار او السونار سفير. الكره دي قطرها بيوصل ل5 امتار، ومليانه بالاف من الحساسات الدقيقه جدا اللي بنسميها الهيدروفونز او ميكروفونات الميه. ازاي بقى السونار ده بيشتغل؟ عندنا نوعين يا بروف من طرق تشغيل السونار. السونار الايجابي او الاكتيف سونار، وده ان الغواصه تطلع نبضه صوتيه او بينج بتمشي في الميه وتروح تخبط في اي جسم قدامها وترجع تاني، فنقدر نحسب المسافه والسرعه بتاعت اي جسم متحرك في الميه. بس النوع ده اسوأ طريقه لو عايز تتخفى. ليه؟ لان الموضوع عامل زي لعبه الاستغمايه بالظبط، فمجرد ما بتضرب البنج او النبضه الصوتيه الواحده دي هتكون كده انت اللي اصدرت الصوت وبتقول لكل المحيط انا اهو يا جماعه تعالوا اضربوني. عشان كده وانت تحت الميه خليك كاتم بقك واوعى طلع اي صوت. طب والعمل، الغواصه هتشوف اهدافها تحت الميه ازاي؟ هنا بقى بنعتمد على الطريقه الثانيه، وهو السونار السلبي او الباسيف سونار، وده هو الاسلوب الحديث للغواصات. هنا الغواصه ما بتطلعش اي صوت، هي بتسمع وبس. الحساسات اللي في السونار دي متطوره لدرجه انها بتسمع دقات قلب حوت على بعد كيلومترات، او صوت مروحه سفينه معديه فوق سطح الميه بمسافات. العبقريه مش بس في السمع، العبقريه في تحليل الصوت اللي انت سامعه ده. الكمبيوترات جوه الغواصه بتاخد الاصوات دي وتحولها لحاجه اسمها السبيكتروجرامز او البصمات الصوتيه. الطاقم اللي قاعد في غرفه السونار بيبقى قدامه تحليل البيانات، وبيقدروا يعرفوا من صوت المروحه بس هل دي سفينه تجاريه عاديه ولا غواصه هجوميه روسيه ولا مجرد شويه سمك بيلعبوا في الميه. نسيبنا من القطاع الاول وندخل في القطاع الثاني. هنا هتلاقي غرفه العمليات اللي تقدر تعتبرها المخ اللي فيه غرفه القياده والتحكم، وتحت منهم وجنبهم على طول غرف النوم والاكل والبوفيه والمطبخ. هنا هتلاقي قبطان الغواصه والضباط والطقم كله قاعدين بيراقبوا كل كبيره وصغيره من خلال شاشات متطوره جدا. لو نزلت تحت رجلك في الدور اللي تحتهم هتدخل في منطقه المعيشه، وهنا بقى العبقريه في استغلال المساحات. البحاره اللي هناك بيعيشوا في ظروف مضغوطه لدرجه انهم بيستخدموا نظام اسمه الهوت راكنج او السرير الساخن، وده معناه ببساطه انه 3 بحاره بيتبادلوا على سريرين بس. يعني واحد بيخلص ورديته وبيروح ينام، يقوم التاني يصحى من النوم يروح شغله، والسرير يفضل شغال 24 ساعه ما بيلحقش يبرد من جسم البحاره. وعلشان يعوضوا البحاره عن ضيق المكان وعن حرمانهم من الشمس والجو الطبيعي للشهور تحت الميه، فالبحريه بتهتم جدا بالمطبخ او اللي بيسموه الجعلي. فالاكل في الغواصات النوويه بيتقال عليه انه اشيك وافضل اكل في الجيش كله. عندهم كل اللي نفسك فيه، ستيك وبيتزا وبرجر وقهوه وحمام محشي وبسله ولسان عصفور وحاجه اخر فخامه، لانه الاكل هو وسيله الترفيه والهروب الوحيده اللي بتخلي الطاقم يحافظ على توازنه النفسي وهو معزول عن العالم. تقدر تقول ان المطبخ وصاله الاكل هم القلب الاجتماعي للغواصه، المكان اللي البحار بيفصل فيه شويه عن ضغط الشغل. اما بقى في القطاع الثالث هتلاقي الحلويات، بسبوسه، اشطوطه، الصواريخ النووية. المخزن اللي بينضرب منه الصواريخ النووية بيسموها غابة شيروود، واللي جواها أنابيب صواريخ ترايدنت النووية. غواصة أوهايو بتشيل منهم حوالي 24 صاروخ نووي من نوع ترايدنت عندنا البان، لكن عندهم نووي. المنطقة دي عبارة عن 24 ماسورة عملاقة واقفة عموديا زي الشجر الطويل جدا، لدرجة إنه البحارة أوقات بيستخدموا الممرات الضيقة اللي ما بين الصواريخ دي علشان يجروا ما بينها، بيعملوها زي التراك علشان يعملوا كارديو ويحافظوا على لياقتهم. في القطاع الرابع هتلاقي المفاعل او المحرك النووي اللي حكينا عنه بالتفصيل، واللي مسؤول عن الحركه والحياه جوه الغواصه. اما بقى في القطاع الخامس في المؤخره دي اللي فيها التوربينات والمراوح اللي المفاعل النووي بيحركها علشان تدفع الغواصه تحت الميه، وطبعا اللي بيساعدها على التوجيه شمال ويمين وفوق وتحت هي الزعانف الموجوده على جانبين الغواصه. ولغايه هنا خلينا مؤقتا نقفل كتالوج الغواصه النوويه اوهايو. خلينا صرحك ان كل اللي حكيناه ده هو مجرد قشره لعالم مرعب ومعقد بشكل لا يتخيله عقل. شفنا ازاي العبقريه البشريه حولت ماسوره حديد لمدينه نوويه كامله بتتنفس وتشرب وتتخفى وشايله على كتافها صواريخ نهايه العالم. بس تفتكر كده الحكايه خلصت؟ احنا يا بروف لسه يا دوب بنبلبط على سطح علم الغواصات. عالم الغواصات ده مرعب واعمق بكتير من مجرد مفاعل وصواريخ. هل سالت نفسك مثلا ازاي الغواصه دي بتضرب الصاروخ من اعماق 300 متر تحت الميه بدون ما ياثر في الغواصه؟ بل كمان
ازاي الصاروخ بيمشي في ميه المحيط، وبعدين لما بيخرج من سطح الميه بيكمل مسيرته وبيمشي في الجو، بل وكمان بيطلع للفضاء. هل تعلم انه الغواصات دي ليها مهام تانية قذرة خالص غير الحرب؟ كل دي وغيرها كتير قوي من الاسئله اللي اجابتها محتاجه سهره تانية وتالتة كمان في حلقات ضخمه عن علم الغواصات، لانه وحش بالتعقيد ده حلقه واحده مستحيل توفيه حق. علشان كده يا صديقي اتمنى تكون الحلقه مفيده، واشوفك في الحلقات الجايه من الغواصات. تصبح على خير.